صحيح ما عنديش محل، بس اقدر باقل الامكانيات اعمل احسن من المحلات. ما احنا ستات البيوت ما فيش حاجه تستعصى علينا. نقدر باقل حاجه نعمل الفخامه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. تعالى اقولك ازاي تطلعي من تحت ايدك التورتايه ديت، ولا بقى جشع المحلات ولا الغليوه اللي بنشوفه في المحلات التجاريه. عندنا هنا سبونج نص شوكولاته ونص فانيليا، وسبته كده بيت لتاني يوم عشان اقدر اتعامل معاه. بقشر الوش اللي انتوا شايفينه على القشره اللي شايفينها على الوش دي، لانها بتبقى محتفظه بكل زفاره البيض. وبعد كده ببتدي اقطع الاسبونج بتاعي على 3 طبقات زي ما انتوا شايفين. يلا بينا نعمل الكريم. عندنا هنا سكر، ميه متلجه او حليب متلج لو حابه، بس عايزه اقولك المحلات بتشتغل بالميه عادي جدا. وابتديت اضيف لهم كريم جانتيه بودر، وكمان باستري كريم، معلقتين من الباستري كريم، ومعلقتين كمان من الحليب البودرة. وهضيف كل الكلام ده مع بعضه كده وابتدي اضرب المضرب الكهربائي. انا هنا كنت مستخدمة كريم جانتيه المتحدة، او نقول كريمة لباني المتحدة. بتديني نتيجة حلوة قوي، طعمها فخم جدا، حاجة كده دسمة وطعمها حلو. عايزة اقول لكم بتديني غناوة رهيبة للتورتة بتاعتي. نزلت بقى بالمية بتدريجي كده طبعا، لاني انا مش بحب احط في المية كتير في الاول. اضرب الكريمة بكمية مية بسيطة في الاول، وبعد كده بنزل بالمية تدريجي لحد ما احصل على قوام الكريمة اللي انا عايزاه. كده الكريمة بتاعتي جاهزة. يلا بينا بقى، بصوا ما شاء الله مش بتنزل من البولة خالص. ده دليل على ان هي ناجحة وقوامها ممتاز. نفس المقادير. وهنعمل كريمة الشوكولاتة، بس هنزود معلقتين من الكاكاو. انا عارفة هنا الكريمة عندي كتير، لان انا كان اللهم بارك كان اليوم ده طالع عندي تورتتين. يعني طالع عندي اوردر تورتتين، فانا كنت عاملة الكريمة للتورتتين، فعشان كده المقادير الكريمة دي انتوا شايفينها كبيرة شوية او كتير شوية. بس انا هكتب لك في صندوق الوصف باذن الله المقادير اللي تكفي معاكي تورتايه واحدة. يلا بينا. زي ما شفتوا كده جبت البورد، وبعد كده حطيت عليه كمية من الكريمة علشان يمسك معايا التورتة ما تتحركش معايا. وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده ببتدي اسقيه. وكل جنب بحط فيه الجنب الشوكولاته، بحط فيه كريمه الشوكولاته اللي احنا عاملينها. وهنا بحشي بقى صوصات، لان هي كانت مطلوبه مني حشو صوصات ومكسرات. فهنا بنوع بقى كده في الصوصات. زي ما انتوا شايفين حطيت الاول نوتيلا وبندق، والناحيه الفانيليا حطيت فيها صوص مانجا. ويلا بينا على الطبقة التانية برضه هشربها، وبنفس الطريقة هنحط الكريمة وبرضه بالسباتولا كده ونقدر نسويها. عايزه اقولك بقى لو ما عندكيش سباتولا تقدري تجيبي مسطره من بتاعه الولاد دي بتاعه المدرسه، تكون هي اصلا نظيفه او جديده، وتقدري تستخدميها هتأدي معاكي نفس الغرض، وهتطلع برضو من تحت ايدك احلى تورتايه. بصوا بقى كده انا بساوي الجناب كل شويه، وهنا بقى بغير الصوصات، يعني كل طبقه بصوص مختلف. هي كانت مطلوبه مني كده حشو صوصات مختلفه، وكمان حشو مكسرات. هنا غيرت، حطيت مربى حليب في الناحيه الفانيليا، وفي الناحيه الشوكولاته حطيت هنا جناش. وكمان حطيت كروكول، هو بيبقى آه، يعني تقريبا مكسرات، وبيبقى بتبقى معموله كده بالكراميل. فبتبقى كده طبقه مقرمشه حلوه قوي، بتبقى لذيذه جوه التورت. بتوديها في حته تانية خالص. انا بعملها كده على ايديا وببتدي اكسرها، بتبقى كده مكسره. الكراميل بيبقى مقرمش، وكمان المكسرات بتبقى طعمها لذيذ جدا، وخصوصا مع النوتيلا والجناش. ويلا بينا اخدت كده كمية من الكريمة، وابتديت اجلس الوش او الكفر الخارجي من التورتاية، وبالشكل ده كده. وببتدي اداري بس اي كيك عندي باين. بصوا انا ما كنتش عارفه اشتغل براحتي بصراحه، لاني ما كنتش شغاله على القاعده الدواره، كنت شغاله على اي صينيه. بس يعني قضت الغرض واشتغلت بيها، لان القعدة كانت عليها التورتاية التانية كانت في التلاجة. فعشان كده كنت بشتغل على الصينية. اي حاجة تشتغلي بيها. بصي انا عايزة اقولكم ان انت كمان لو قلبتي الصينية هتدور معاكي وهتقضي لك نفس الغرض، القعدة الدوارة بالظبط. بس هنا كنت حاطه عشان القعدة كانت البورد بتاع التورته كان اقل من الصينية، عشان كده كنت قلب الصينية. بصوا بقى ببتدي اسوي كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. وعايزه اقولك ان مره على مره هتبص تلاقيها بتنعم معاكي، والكريمه بتشيل الزياده كده، وفي نفس الوقت انت بتساوي.
واحده واحده كده، وببتدي اشوف اي حتت مايله عندي من الكريمه، ببتدي احط فيها كريمه تاني يعني، وببتدي اشد بقى او اجر اي حاجه زياده بالسكرابر ده، وبشيله كده. ويلا بينا. وببتدي بقى كده اجيب سباتولا كبيره علشان الم بيها كده كله مره واحده، يديني سطح املس مره واحده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. رحت غسلتها وبعد كده جبتها بتشيل معايا وبتنعم معايا الكريمه، وبقت كده جاهزه معايا. يلا بينا بقى كده نجيب الفاكهه بتاعتنا. انا هنا كنت برضو مستخدمه فراوله وكيوي وتفاح. بصي هتقطعي الفراوله كده بالسمك اللي انت شايفاه ده، وكمان الكيوي هقشرها، وبعد كده هقطعها سلايسات رفيعه كده على قد ما اقدر بالشكل ده كده، وبقوا جاهزين معايا الاتنين. يلا بينا بقى. بعد ما طلعت التورتيه من التلاجة، خطوه مهمه جدا ان انتي بعد ما تجلسيها تدخليها التلاجة مش اقل من ساعتين. بعد ما خرجتها بقى كده اجيب اي بوله او اي حاجه صغننه كده احطها عشان تديني الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. وهجيب كده السكرابر المشط علشان عايزه اطلعها كده من الجناب. ويلا بينا الجنب الشوكولاته هنزل عليه كده بسيور من جناش الشوكولاته، عملناه كتير مع بعض قبل كده. ابتدي بقى انزل كده، وفي نفس الوقت بنزل سيور من الجنب، بتديني شكل وكمان بتديني طعم. ويلا بينا جيلو المانجا ابتدي. بصوا هو ده شكله، بيجاب كده برطمانات من عند مستلزمات الحلواني. الناحية الفانيليا او الناحية الفواكه هحط عليها كده من جيلو المانجا ده، طعمه بيبقى رهيب بصراحة، بيبقى طعمه حلو جدا جدا. وبرضو بنزل بيه سيور زي الجناش الشوكولاتة. وطبعا بقى البوله اللي في النص ده او الطبق اللي في النص دوت عامل لي كده يعني زي عازل، عشان انا هشتغل فيه الفواكه بعد كده، فمش عايزه الصوصات تبقى مكمله فيه. وبطرف السكينه كده بخلعه. بصوا بقى كده سايب لي بقى النص ده فاضي، هقدر بقى اشتغل عليه بالفاكهه بكل سهوله كده. هنرص الفراوله ورا بعضها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. حاجة سهلة وبسيطة ومكوناتها يعني حاجة كده يعني الفاكهة موجودة والفراولة موجودة والكيوي موجود والتفاح موجود، حاجات موجودة كلها في السوق، مش هتكلفنا كتير. هبتدي بقى اجيب كده نص تفاحية كانت باقية من التورتاية التانية. انا كان ما شاء الله اللهم بارك يعني كان طالع عندي اليوم دوت 2 تورتة، فالفاكهة قضت للتورتيتين زي ما انتم شايفين كده. دي كانت متبقية فابتديت اعملها زي ما شفتوا كده، فرغتهم بقى وشلتهم. وبعد كده ابتدي اقطعها كده سلايسات رفيعة. اهم حاجة السكينة بتاعتي تكون رفيعة عشان تديني سلايسات رفيعة، عشان اقدر اعمل بيها الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ببتدي كده زق كده السلايسات اللي في النص، بزقهم لقدام، واللي في الجناب بجيبهم كده عشان يدوني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويلا بينا كده واحطهم هنا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. ونص كنت احط بصراحة نص كيوي، بس رجعت قلت لا مش هينفع كيوي جنب كيوي، خلينا في الفراولة. جبت كده فراولاية وقطعتها بالطريقة اللي انتوا شفتوها ديت، واحطها كده في النص، وابتدي بس افرغها عشان تديني الشكل الجميل ده. ويلا بينا نلمع الفاكهة بتاعتنا بجيلو التلميع عشان تبقى بتلمع كده وحلوة وما تأكسدش معايا، يعني لونها ما يسودش وكمان ما تتبلش، تفضل محتفظة كده بنضارتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بلمعها بكل بساطة بجيلو التلميع. اظن لحد كده مفيش اي حاجة صعبة خالص. يلا بينا بقى نبتدي نزين النص الشوكولاته. انا هنا بصراحه كنت حابه ان انا اسيبه، ورجعت قلت لا خليه كله يبقى جناش شوكولاته، وهنحط عليه الكريسبي من بره احسن ما كده تبقى الكريمه باينه. وحطيت كده الكريسبي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وما بين كل واحده والتانية ابتديت احط 2 من الصغننين بالشكل ده كده. واي شوكولاتات عندك بقى هتبتدي تحطي. انا حطيت بارات الشوكولاته الصغننه دي، بعملها في مولد الشوكولاته بتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده التورتيه بتاعتي تبقى جاهزه، سهله وبسيطه ومفيهاش اي تعقيدات ولا اي حاجه. لو عجبتك بقى متنسانيش في اللايك وسبسكرايب للقناه.